هذوك الناس ديال البوليس يا ابناء، وانا استحي عن ذكر هذا المصطلح لان الامهات ديالهم اشرف واعظم وانقى واطهر، ولكن راه واحد غادي يوقفوا بوليس يقول له عطيني الورق، يقول له واش ما عرفنيش شكون انا. كيعتبر نفسه دائما هو مستهدف. دابا من السبعينات هو مازال الخطاب السبعينات، يقول لك انا راه كمتبعين لي البوليس وراه مضيقين عليا وكذا وكذا. واش البوليس مسالي لك انت؟ عندهم غير انت اللي غادي يقابلوه. علاش نخاف؟ الا انتقد البوليس ما بقاش يخاف زعما. علاش يخاف؟ انت اللي نسولك السي. علاش؟ كله من الصلاحيات كديرها المصالح الامنيه لإلهاء الشعب. كتلهي وانا بتفكيك الخلايا سي انا غادي نخيسي نبرزو تحديد موقع 41 نتكلموا على المديريه ديال الشرطه القضائيه، خصنا نتكلموا على المديريه العامه للامن الوطني. ان هذه المديريه جزء ما تثق في حتى واحد من غير امك، وامك الا طلقها باك حتى هي ما تثقش فيه. تخيلوا معايا انكم مع 12 ديال الليل شدوكم ادوكم للكوميساريه انت وهذوك اللي معاك، والباندا كحله على عينيك والظلام ما عارفش راسك فين كاين. كيستقبلكم واحد الواحد يقول الحجاج بالمصويطه والكلام خايب خارج من فمه. اول حاجه معاك كتدخل كيستقبلك واحد الراجل كيقولوا له العود، والرئيس ديالو سميتو الصبان. معاك كتدخل كيحيدوا لكم حوايجكم، كتبقى كما ولدتك امك. حيدوا وليدي هذاك السليب حتى هو. الباندا على عينيك والسكات. ممنوع الهضره، ممنوع تمنمل ولا توسويش. تمنمل ولا توسوس ترعف. ملي كيعطيوك اللبسه الليمونيه تما في البنادم كيولي سميتو فلوس، وكيعطيوك رقم، يعني بنادم عندهم كله تيولي مجرد ارقام. شويه كيجي لكم يسير مرحله الخوف والرعب كتبدا، ومرحله الاستنطاق او القران. طياره الشيفون بزاف ديال الحوايج كيتسنى. الا ما قداوش فيك ما تخافش. والببغاء والتريسينتي حتى هما شادين نوبتهم كيتسناو. كيقرعوا لك شعرك، كيدخلوك للسيلون وكيلوحوا لك الكاشه. تهدر ولا تمنمل تسمع السبان الخايب ما يخليو فيك غير اللي نساو. نمضي تحل هذاك الدرقوش عندك ولا تنطق بكلمه وحده ولا راه المشويطه هي اللي كتسناك. زيد تمغط وكيوقفوك على رجل وحده لمده ساعه. المهم اللي كيتكلفوا بها الحجاج بمعنى الحراس. علقوه الرعب اللي عمرك ما شفتيه وانت اصلا ما عارفش راسك فين كاين. باش نفهمك مزيان، الفلاقه هي كيجمعوا لك يديك ورجليك وكيعلقوك في واحد العمود، وكيبقى ظهرك مقوس من التحت، وكيبقاو كيشحطوا فيك بواحد المشحار. دابا تفهمنا. الطياره هي كيعلقوك العكس، يعني يديك ورجليك كيشوفوا لتحت كيبقاو مدلين. هذيك هي الطياره. واسمح لي نصدمك، هذا ماشي فيلم ديال الاختطاف ديال عصابة ماوس و400 في هايتي، لا حنين، لا هذا في المغرب. راك في المغرب سي. مرحبا بك في كوميسارية درب مولاي الشريف، وما أدراك ما كوميسارية درب مولاي الشريف، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سنوات السبعينات، أو بالأحرى المعتقل السري في درب مولاي الشريف. المكان 200 متر على سينما السعادة بكريال سنترال اللي ولات الحي المحمدي بالدار بيضاء في يناير سنة 1976. البوليس غادي ينقل أعضاء من منظمة 23 مارس من كوميسارية المعاريف إلى هذه الكوميسارية. كانت واحد المجموعه ديال الجماعات اللي هي متطرفه التي كانت تسعى بمختلف توجهاتها الايديولوجيه سواء الاسلاميه او اليساريه الراديكاليه الى قلب النظام وزعزعه استقرار المغرب. باش نتكلموا في السياق ديال هذا ما يصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص. كاع المخاخ ديال 23 مارس طيروهم، وحتى كذلك الى الامام ما خلاوهمش. الشيباني ديال ابراهيم السرفاتي، النوضه، زعزع، بن زكري، وزيد حتى 150 واحد كلهم طيروهم ما خلاوهمش، وغادي يدوزوا اسوا سنوات حياتهم في درب مولاي الشريف. وكاين اللي مات
بالمشحاط وبالعصا بحال الشيوعي عبد اللطيف زروان، وكذلك اللي ماتت بالاضراب عن الطعام سعيده المنبهي، وكاين اللي تسطى وحما، وكاين اللي خرج بامراض نفسيه وعقليه، وكاين اللي تخلطوا ليه السلوكه. هكذا كيحكي المعارض ابراهيم السرفاتي في كتابه دون لي بريزون دي غوا. وكنساو بانه كانت جماعات متطرفه راديكاليه سواء عندها توجهات يساريه متطرفه او اسلاميه، كان الهدف ديالها هو قلب النظام وزعزعه الاستقرار. هذا خصنا نهضروا عليها. درب مولاي الشريف جحيم فوق الارض، ما كانش هو الوحيد، ما يمكن لنا نقولوا لا 1 من 10 ولا 1 من 100، هو كان واحد من بزاف ديال المعتقلات السريه بالمغرب، وكذلك من مراكز التعذيب الوحشي اللي طبعات سنوات الجمر والرصاص في سنوات السبعينات، بحال الساتيام ودار المقري والبريشه والكومبلكس والكوربيس وزيد. هاد الصوره هادي ديال البوليس بقات مترسخه عند شي ناس على الشرطه. راه كاين اللي كيسحابوا حاليا بان الشرطه او البوليس هما فقط للتخويف وللترهيب ومازال كنسمعوا ديك الهضره ديال غيديوك غيخبروك، ولا بحال داك التخربيق ديال القرعه وديال. وان سابقا المواطن خلال سنه السبعينات كان ينظر الى الاداره العامه للامن الوطني على اساس انها جهاز ربما ديال التسلط او ديال الاوريطاريه على حساب البعض، واللي كانوا يسميوها البعض سنوات الجمر والرصاص. ولكن في الحقيقه هما شلا بوكو حوايج تبدلات في القرن 21 من بعد هيئه الانصاف والمصالحه، وكذلك من بعد تربع الملك محمد السادس على العرش. مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. اذا هذا من القناعه ديالنا جميعا بان المغرب ديال الامس ماشي هو مغرب اليوم. اذا هذا السيناريو المرعب اللي هضرنا عليه كله ما بقاش. اذا حنا في عهد جديد. اذا حتى ملي كنا صغار او ملي كنا كنقراو عدد المعلمين او الاساتذه كانوا كيسولوا التلاميذ او كيسولونا اشنو باغي تكون من القسم ديالنا، كيقول ليه انا بغيت نكون بوليسي. كيقول ليه علاش بغيتي تكون بوليسي؟ كيقول ليه بغيت نشد الشفاره نديهم للحبس. اذا هذا هو المنظور اللي كان عندنا. حنا كنا كنسحبوا البوليسي المهمه ديالو هو يشد الشفار يديه للكاشو. ما كناش عارفين او حتى انا شخصيا ما كنتش عارف بان البوليس فيه بزاف ديال الاصناف ديال الاختصاصات. فيه الامن العمومي، فيه الشرطه القضائيه، فيه الاستعلامات العامه وما ادراك ما الاستعلامات العامه، فيه امن القصور لا سيكوريتي دي بالي رويال، وفيه لا جميمو، فيه بزاف ديال الحوايج وكل فرقه والاختصاصات ديالها. وكاينين شي بوليس حنا ما كنعرفوهم كاع. سيداتي وسادتي، في حلقه اليوم رجال أبات حماة الوطن شعارهم اللي فرط يكرط، ودعاؤهم الله يخرج السيربيسنا على خير. عيون لا تنام يحركهم دافع واحد، راية البلاد الغالية. نفوس أبات حلفوا القسم ألا يخونوا العلم، رجال البلاد وشبانها. اش من تاريخ البوليس بالمغرب ومن ناس كيتكون البوليس، الاقسام وفرق الشرطه المغربيه ومن ناس كيتكونوا، والفرق ما بين رجال الشرطه ورجال الامن وكيفاش كيكون التكوين ديالهم. واش بصح في معهد الشرطه في التكوين كيعطيوهم الحريره او الحسوه كيشربوها برجليهم؟ واش هادوك الفرادي اللي كيهزوا البوليس هما بصح فيهم القرطاس او عامرين ولا غير ديال بالعاني؟ اذا حلقه ديال اليوم هبراو مقوفله، ارى ليا غادي نمشيو معاها دقه دقه، وعطيوني ودنيكم وعمر لي نعم سيدي واحد البراد ديال اتاي يكون مشحر وجلس ليه الارض، وتفوبروا على اخوكم بواحد الاشتراك وبواحد لايك وبالتعاليق ديالكم والاراء ديالكم اسفل الفيديو. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده مع اخوكم هشام عبر قناتكم المدينه برو. مشينا على بركه الله. 1906 كانوا المغاربه واكلين شاربين، كاين لا بوليس جدرميه اللي يديك اللي يخليك، كانوا غير العساسه والزطاطه والجيش. الروايات كتقول بان المغرب عنده تجارب في ميدان الشرطه منذ عهد المرابطين والموحدين، حيث كان صاحب الشرطه او الضربون مكلف بحمايه ابواب المدن واقامه الحدود وتنفيذ احكام الخليفه. وفي عهد المرينيون سموا الشرطه بالجنادر او المزوار، وكانوا كيحاربوا الجريمه تحت اشراف الوالي او المعروف بمول القصبه. في
في 1906 كانوا زعماء الدول الأوروبية مقصرين في الخزيرات كيتقاسموا في المغرب بحال شي كيكة. في مؤتمر الجزيرة الخضراء باش تنجح هاد المقاولة الاستعمارية خصو يتحققوا شروط كتضمن هاد المغامرة في المغرب، ومن أهمها تكون شرطة اللي كتأمن السوق المغربي بدءا من الموانئ حتى كتوصل السلعة للسوق، بتأمين نظام قضائي يشبه داكشي اللي ولفوه المعمرين في بلدانهم. ومن ثم بدا استعمال مصطلح الشرطة في المغرب بالمعنى الأوروبي لا بوليس. في مؤتمر الجزيرة الخضراء هو أول باب من بنود المعاهدة اللي صدرات في هذا المؤتمر اللي كيهضر على الشرطة لا بوليس، وتقررت أنه تأسس قوات أمن تكون خاضعة للسلطان تكلف بحماية من يد الموانئ المغربية ما بين 2000 و 2500 عنصر كيتوزعوا على جروبات ما بين 150 حتى 300 رجل أمن على حسب أهمية الميسيون أو المهمة، كيترأسها ما بين 15 حتى 20 ضابط إسباني ولا فرنساوي، أو ما بين 30 حتى 40 ضابط ما بين فرنسا وإسبانيا. في التوتال 8 ديال الموانئ. ميناء تطوان والعرائش غتشدوا السبليون، والشي الاخر ديال فرنسا خلاو طنجة والدار البيضاء كانوا مشروكين فيهم. وتسينا عقد الحماية سنة 1912 غادي تشرف فرنسا مباشرة على تأسيس جهاز الأمن العصري في المنطقة اللي خاضعة ليها، وغيصدروا ظهائر منظمة غيدخل بها المغرب العهد الجديد في نظام القضاء وجهاز الأمن. كان الهدف ماشي باش يطوروا النظام، ألا وهي على هما شغلهم في شي نظام، كان الهدف هو يعطيو ضمانات الأوروبيين على السلامة ديالهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم. في 17 سبتمبر سنة 1913 غادي يصدر ظهير شريف غادي يحدث مصلحة البوليس العمومية اللي كان كيشرف عليها الكاتب العام لحكومة المخزن، وموظف سامي لإدارة الحماية كيتسمى مراقب لإدارة البوليس. هما قسموهم على جوج، البوليس البلدي والمحافظة العامة، كلفات برفع التقارير والشكايات وتبليغ الإعلانات القانونية والبحث على المجرمين ومراقبة المخازن ودور القمار ومنع تهريب الأسلحة وحراسة الموانئ. ويميز ما بين جوج طبقات البوليس الفوقاني لو بروميي كلاس اللي فيه الفرنسويين اللبسه ديالهم مختلفه تماما على البوليس المغاربه اللي كانوا كيلبسوا السروال القنطريسي والسلام اللي وكيتسلحوا بالسيوف، في الوقت الاخرين اللي لابسين لباس اوروبي ومسلحين بالفراده. في 1917 تم احداث الشرطه المتنقله للامن اللي مرتبطه ديريكتومون مع الاقامه العامه اللي كتخضع تحت مصلحه رئيس الاقامه، واللي ما كفاوهم الشرطه البلديه وشرطه حفظ الامن. زادوا سنه 1929 الشرطه الخاصه، وسيري ايام وجي 1956 والمغرب شد الاستقلال ديالو. ودابا كيفاش والمغرب اللي يلاه وقف على رجليه غادي اسس المديريه العامه للامن الوطني في مبادره من الملك محمد الخامس، كلف بالاول بتامين الامن العام، متابعه القضايا مع الجهاز القضائي، وفي نفس الوقت وبحكم المرحله كانت مكلفه بمراقبه الانشطه السياسيه ديال الاحزاب والمناضلين والمعارضين والنقابات والجمعيات. ومن هنا جاء تاسيس بالبوليس السياسي اللي كان كيشرف عليه محمد الغزاوي في فتره ديال تصفيه الحسابات. في بدايه بوليس سياسي، البوليس كيدير دور سياسي في هذه المرحله في المغرب. ملي كتقول البوليس السياسي بان هاد الناس خدامين بلا قانون لا نارش. بدايه الستينات غادي يختفي البوليس السياسي وغادي يبان افقير الدليمي، وغادي يتاسس الكاب واحد منبع الاستخبارات المغربيه لا جيد ولا ديستي، فتره اللي تبصمت بسنوات الرصاص، محاولات الانقلابيه وصراعات بين النظام والمعارضين، وتضرات فيها صوره البوليس بشكل سلبي، وخدا البوليس في المغرب سمعه خايبه. سيري ايام وجي 2004 باش غيشد البوليس الجنرال حميد العنيقري من ورا حفيد بن هاشم، وغادي يصوب فرقه شرطه القرب كرواتيا. نعم سيدي GOS اللي نقاو الدنيا واللي تقليل فين كتشوف شي سكيري في الشارع، ولاو المشرملين كيضربوا 1000 وحساب لو يطيحوا في الدين كرواتيا. ولكن الجمعيات الحقوقيه كان عندها راي اخر. صافي حميد العنيقري قال مع راسو اش داني انا تنشاط لتقرع راسو، والغى بشكل نهائي هذه الفرقه الامنيه. الله يخرج سيرفيسنا على خير. هاد الدعاء هذا هو اللي تيقولوه الشرطة. هي جملة كتبان عادية ولكن في الحقيقة هي أكثر عمقا وأكثر دلالة، وسولهم هما يقولوا ليك المعنى ديالها. البوليس في المغرب بلا بغينا نفليوه غادي نبسطوه بالخشيبات، غير تبعوا معايا. فيهم سيفيل يعني بالزي المدني، وفيهم كذلك بالزي الرسمي. فيهم السمطه البيضاء، فيهم السيمي، فيهم جميمو، فيهم لا بي جي، فيهم لا ديال لا سيركيلاسيون، فيهم بي ار اي، فيهم. اذا كيدوخوك هاد قوه السميات هكا. البوليس يعني لا دي جي اس ان يعني المديريه العامه للامن الوطني اللي تاسست سنه 1956، هو جهاز امني
تابع لوزارة الداخلية، راه ما دخلش في القوات المسلحة الملكية، هو ماشي عسكري بحال درك الملك. الهدف ديالو الأساسي هو الدفاع على مقدسات الدولة، إرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتأمين التجمعات الكبرى بحال الماتشات، بحال التظاهرات الرياضية والأنشطة العمومية، والحد من الشغب. المدير الحالي اللي هو عبد اللطيف الحموشي، وهو في نفس الوقت مدير ديال المخابرات الداخليه لا ديستي. اذا هاد المديريه فيها بزاف ديال الادارات وكل التخصص ديالها، وفيها المفتشيه العامه هذه بوحدها حتى هي كذلك فيها شله ادارات، وكل اداره فيها اقسام، وكل قسم فيه مصالح، كل مصالح فيها فرق، وكل فرق فيه فصائل وغاديه. نبداو اولا بمديريه القصور والاقامات الملكيه، لا ديريكسيون سيكوريتي دي بالي رويال. هادو يمكن لي نقول ما كاينينش معلومات كثيره عليهم، المهمه ديالهم هو السهر على تأمين القصور والإقامات الملكية والحماية المقربة، وكذلك الخفر الملكي في مجموع التراب الوطني. هما اللي كيكونوا حارسين القصورة، وكذلك حتى لي كارتكور مرافقين مع الملك في الزيارات ديالو وفي تنقلاته. خاصك تعرف الملك قبل ما يتنقل شي مدينة أو يزور شي مدينة، راه الديريكتور ديال الأمن الملكي باش يراقب المنطقة ديال الإقامة الملكية كيدير واحد الاجتماع او لا غيونيون، وكينسق مع والي الامن وكذلك قائد الدرك الملكي للمنطقه. ولكن ملي كيجي موعد الزياره كيدار واحد لو بلان ديال لا سيكوريتي لحمايه الملك، وكذلك تقسيم الادوار. كيحرص على معرفه البروغرام او البرنامج اليومي للزياره الملكيه، وكذلك كيقوموا بمسح الاماكن اللي غادي يزورها الملك او اللي كينوي الزياره ديالها، وكذلك تمشيطها وتغطيتها بالعناصر الامنيه السيفيل اللي كيتسماو الحراس الطلائعيون. هادو بوحدهم عاد كيكونوا الحراس المقاتلون. كنا هما الحراس المقاتلون اللي كيكونوا على أهبة التدخل بالسلاح او بالاسلحه الثقيله، هما كيكونوا خبراء في الرمايه وفي استعمال جميع الاسلحه. هادشي صعيب ديال هاد المديريه هادي. اما المديريه الثانيه اللي هي الشرطه القضائيه، بي جي لا بوليس جوديسيير، اللي حنا كنقولوا لهم مالين الوقت او مالين الواشمه، اللي هما في الغالب تيكونوا سيفيل، اللي هما تيكونوا مكلفين باستقبال شكايات المواطنين، وكذلك الاعتداءات والسرقات، ومباشره الابحاث والتحريات في مختلف الجرائم ومعاينه الجرائم، وكذلك جمع الادله، وكيقلبوا على مرتكبيها. خصكم تعرفوا بان ضباط الشرطه القضائيه مكلفين باجراء ابحاث ديال التلبس تحت اشراف ديال النيابه العامه وقضاة التحقيق. شنو هي ثاني هذه النيابه العامه؟ حقيقه باش نفهموا مزيان شنو هي النيابه العامه والاختصاصات ديالها، راه خاصها حلقه بوحدها. على ان جميع التدخلات ديال المكتب المركزي للابحاث القضائيه تتم تحت اشراف النيابه العامه، وجميع الضمانات تتلى على الشرطه القضائيه حينما يمارسون يخضعون للمراقبه والاشراف ديال النيابه العامه. لكن غادي نلخصوا لكم واحد التعريف بسيط باختصار. النيابه العامه هي هيئه قضائيه تشبه دار القضاء. كاين في المغاربه اللي كيسميوها الغراء، حيت كيقولوا كتغرق عباد الله، ولكن في الحقيقه يكون مكانه النيابه العامه قراء كانت ابشع انواع الجرائم والفوضى. مثلا السلعه، واحد جاتو الاستدعاء ما كيديرهمش البوليس منهم من راسهم، كيكون امر من النيابه العامه او من وكيل الملك لدى المحكمه الجزريه او محكمه الاستئناف، واللي كيامر الشرطه القضائيه باستدعاء الشخص وفتحقيق في الامر ديالو. البوليس ما كيجيوش يطلقوك منهم من راسهم، كياخذوا بيرميسيون من النيابه العامه، عاد رئيس الفرقه اللي كيحقق معاك عاد كيعطي الامر باخلاء السبيل ديالك، وكتمضي على الاقوال ديالك وكتعطي عهد الا كنتي مزبلها واخا تجيب الاستدعاء. بعض المرات كيسهر وكيل الملك على انك تقدم عنده وكتدوز مع مسيدي ديال في تنبيه 3 ايام ولا شحال عند البوليس وكتقدم. بحال الدور ديال النيابه العامه هو الاشراف على الابحاث اللي كتقوم بها الشرطه بصفه بكل اجهزه. هنا لا بي جي الدور ديالها الجزر ومكافحه الجريمه، وباش نفليوها مزيان خصنا حتى هي نذكروا الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه على المستوى الوطني بي ان بي جي، الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه على المستوى الولائي اس بي بي جي، الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه على مستوى منطقه الامن اس بي جي، الفرقه المحليه للشرطه القضائيه
قضائيه على مستوى مفوضيه الشرطه SLPG. هادو المهمه ديالهم جزريه، يعني حتى كتوقع الجريمه. ايوا سيدي كيفاش هاد البوليس يبقاو يتسناو حتى توقع الجريمه؟ عاد نوضو نقلبوا حنا على شكون دارها؟ حق عاجي نقلبوا على المجرم ونشدوا المجرم؟ ولا سيدي راه كاينه مديريه الامن العمومي اللي كيكون الدور ديالها وقائي، يعني قبل وقوع الجريمه. كاين اللي مازال ما كيفرقش بين ضباط الشرطه وضباط الامن، اللي كيحسب له كل شيء بحال بحال، انت غير الله يرزق الصحه والسلامه. ولا سيدي مديريه الامن العمومي هما بوليس اداري، الدور ديالهم هو حفظ النظام وحفظ الامن العام، حمايه الاشخاص والممتلكات والسكينه العامه. كتلقاهم في التيرانات ديال الكره وفي الفيستيفالات كيديبلاصاو كيخدموا بالتونيس سيرفيس، وفيهم ديال لا سيركيلاسيون اللي كنلقاوهم في لي رون بوين، واللي كيزموا المخالفات، يعني كيلعبوا لي غول وقائي استباقي. وزيد عاوتاني شكون اللي كيجي من الخبيرات، ومنين كيشمشموا على داك الشيء، منين كيخرمزوا بحال المهكينيات خبيرات. وهنا غادي نقول لك انه كاينه مديريه الاستعلامات العامه، وما ادراك RG. هذه هي الاداره اللي خلق بها البوليس السعاده. هادو هما اللي كيجمعوا ليزانفورماسيون على الاحزاب والجمعيات وعلى نقابات العمال. مظاهرات يكونوا مخشيين وسط المظاهره لابسين سيفيل ما كنعرفهمش، يصوروا كيرفعوا التقارير. وعندهم مهمه اخرى كمراقبه الاجانب. اي اجنبي كيحط رجله في المملكه كيكون عام سيدي محضي من طرف هذا الجهاز حتى يغادر ارض الوطن. وفيهم عاوتاني شرطه الحدود، البوليس اللي كيصايبوا لك لاكارت ناسيونال والباسبور، واشراف على مراكز التوثيق. خليني نقول لك بان الاستعلامات العامه هو السكانير والدينامو اللي كيمد المخابرات المغربيه لا ديستي ولا تجيد بالمعلومات العامه وشي كينسق مع شي. تكامل القوه ديال المغرب راه هو هذا، هو التنسيق بين الاجهزه وبين المؤسسات. ماشي كل واحد كيشتغل راسه. قبيله قلت لك كاين احترام ديال المؤسسات. اخبار الجهات الامنيه بكل تهديد مساس بالنظام العام والمؤسسات الله يحفظ راه كان كيقولها الا كنتي كتسمع السر خيام اللي كان رئيس ديال البسيج، كان كيقول في التصريح تمكنت الفرقه الوطنيه للابحاث القضائيه البسيج تابعه للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني لا ديستي من تفكيك خليه ارهابيه تابعه لجبهه كذا، وذلك استنادا على معلومات افادتنا بها مصالح الاستعلامات العامه الRG. واش فهمتوا ولا لا؟ خامسا هي مديرية نظم المعلومات والاتصال. هذه يا سيدي تجمعوا فيها غير الحريفية ديال الانترنت وديال داكشي اللي ما كتخطرش على بالك، ديال الاختراق والدراسات الهندسية وديال اختراق شبكات الاتصال. كنطلعوا على كل ما يكتب وما ينشر في الوسائط، فيسبوك، في تويتر، في انستغرام الى اخره، ماشي بهدف تجسس على الناس، بهدف نعرفوا الناس شنو كتقول. واختراق نظم المعلومات. عاد كاين عاوتاني مديرية الموارد البشريه اللي كتسمى الRH. هذه كتكون مكلفه بلي كونكور ديال البوليس وبالتوظيف، وكتحط واحد الخطه ديال التكوين او اعاده تكوين ديال الموظفين او ديال الشرطه، ووضع كذلك استراتيجيه التوظيف وتدبير الكفاءات. عاد كاين عاوتاني مديريه الميزانيه والتجهيز. هذه بحال بغينا نقولوا بحال هي امين المال، يعني هما اللي كيحطوا الميزانيه ديال المديريه العامه ديال الامن الوطني، هما اللي مكلفين بالواردات والمصاريف وكذلك تنفيذ النفقات الضروريه لتسيير المصالح والبروجيات كذلك، وديال الممتلكات العقاريه. هنا غادي نديروا مركز جديد هنا ديال البوليس، غادي نديروا حوايج كذلك الاصلاحات الداخليه اللي كتكون مثلا بحال الصباغه، بحال خصبوله، يعني الاصلاحات الداخليه بحال المكاتب لي زورديناتور كتكون هي المشرفه على هذه الميزانيه. واخيرا كاينه المفتشيه العام مكونه على شكل لجنه ديال البوليس، هي دائما كتكون تحت السلطه ديال المدير العام للامن الوطني، وكتقوم باعمال التفتيش والافتحاص وكشف الخروقات والاختلالات لمختلف القريديه ديال الامن الوطني او ديال البوليس. جينا نبسطوها بحال بغينا نقولوا البوليس ديال البوليس. فهمتوا؟ اذا هاد الثمانيه هادو كاملين اللي قلنا كيتسموا بالادارات المركزيه. عاد باش كاينين المصالح اللاممركزه من ولايه الامن، من مفوضيه الامن، هي كذلك عباره عن ادارات القرب. ايوا شنو صافي زعما هادشي اللي كاين؟ ولا كيف قلنا كل مديريه فيها اقسام، وكل قسم فيه مصالح، وكل مصالح فيه فروع، وكل فروع فيه فصائل. وكاينين كذلك وحدات للشرطه
الخاصة. من غير كاينة فرقة الهيئة الحضارية CU، وفرقة السير والجولان، وفرقة كذلك مكافحة المخدرات، وكذلك الشرطة العلمية والتقنية والباق والصقور وأمل الماضر، وعاد كاينين فروق ديال الخيالة أمل العود. من غير هاد الفروق هادو كاينين فروق اخرين ما كيبانوش هادو بزاف كاع. هادو امتى كيبانو؟ غير لا ناض ديك الزقاولقه عاد هما كيدخلوا وكيكالميو الوقت. الرباط كاينه البي سي اي، الفرقه المركزيه للتدخل، تابعها 8 ديال الفروع. الفرقه الجهويه للتدخل بي ار اي، هادو لاش كيليقوا عاوتاني؟ هادو سيدي ديال لانترفونسيون، التدخل الميداني خلال الازمات الامنيه الكبرى، كتكون وراها شبكات اجراميه منظمه، احتجاز هائل يتستدعي الفروق للتفاوض حول تحريرهم، والتدخل لايقاف المتورطين والمداهمه الملاجئ الامنه المشتبه فيها. كذلك كاينه فرقه التدخل السريع جي ار اي، كاينين زوج، وحده في فاس والثانيه في سلا، وكيتابعين الفرقتين الولائيتين للشرطه القضائيه بسلا وفاس. هما هذوك اللي كيلبسوا واحد الجيلي مضاد للرصاص وفيهم شي جيوب وشي لعيبات، عندهم صلاحيه التدخل في النفوذ الترابي في ولايتي الامن. وهنا عاوتاني خصنا نجاوبوا على السؤال علاش فاس وسلا نظرا لخصوصيات المدينتين فيما يتعلق بانتشار الجريمه لاحيائها الشعبيه، تعمل لباقي فرق شرطه القرب والاطقم التابعه للامن العمومي الشرطه القضائيه بالمدينتين. كل فرقه فيها شي 50 عنصر، وديجا دوزو تكوينات مع الشرطه بقنيطره. زيد عاوتاني اش باقي؟ عاوتاني UMPS شرطه القرب، الوحدات المتنقله لنقط النجده. هادو هما لاش هادو داروا للتكثيف التواجد الشرطي في الشارع العام وتحقيق الفعاليه والسرعه في التدخلات، وكذلك الاستجابه لحاجيات المواطنين. مع انت غير تبيبي 19 يجاوبوك لا سال دو ترافيك، قاعات القياده والتنسيق. جروح بالغه واخا مرحبا سي. الموقع ديال الحادثه بالضبط شارع الحسن الثاني، اي مستوى شارع الحسن الثاني. تم تلقى لي UMPS قدامك تفك لك الجره. عاوتاني كتلقى فرقه سيمي لي كومبانيون موبيلتان انترفونسيون للتدخل في احداث الشغب والمظاهرات. كاينه كذلك الفرقه اللي كنقولوا لها حنا جميمو GMMO، الفرقه المتنقله للمحافظه على النظام. كاينه كذلك فرقه المكافحه العصابات BAG. كاينه كذلك فرقه الشرطه القضائيه الجهويه ضد الفساد المالي BRPG، هذه دارت في 2016. راس الرباط والدار البيضاء مراكش، المهمه ديالها مباشره الابحاث والتحريات في جرائم الماليه قضايا الفساد المالي. الفرقه ديال فاس شاده فاس ومكناس والراشديه وتازه والحسيمه والناظور ووجده. اما فرقه مراكش يمتد نفوذها النفوذ ديال محاكم الاستئناف مراكش اسفي ورزازات واكادير والعيون والسالينه ولا باقي عاوتاني الخير والخمير. كاينه عاوتاني فرقه تفكيك المتفجرات حيت مباشره من بعد احداث 16 مايو الداميه احداث حي الفرح كان ولا بد على المديريه من دير فرقه متخصصه في تفكيك المتفجرات. عاد كاينه الشرطه السينو التقنيه مالين الكلاب اللي كتسمى بفرقه الكلاب البوليسيه المتخصصه في البحث عن المتفجرات والطرود الملغومه والتدخلات المباشره وتفريق المشاغبين وكشف الجثث في مناطق الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعيه، بحيث عندهم شي كلاب اخويا عندهم واحد القدره هائله في تمييز الروائح اللي كتبقى عالقه بالهواء والجدران. مدربين مزيان في المركز الوطني للترويض لمركز الشرطه في الرباط واللي كيكونوا في المطارات المراكز الحدوديه. زيد عاوتاني فرقه الحمايه المقربه، هذو فرقه خاصه بحمايه الشخصيات المهمه والوفود الاجنبيه والسفراء وبعض رجالات الدوله. يعزنوا عراصه من مديريه الامن الملكي اللي كتشرف على حمايه تحركات الاسره الملكيه اللي كيتم اختيار افرادها وفق معايير صارمه بالمعهد الملكي للشرطه تتعلق اساسا بالبنيه الجسمانيه والرمايه الدقيقه. كيعزلوا عن النياشين وكاع شي فروق امنيه وانا شحفت. كاين عاوتاني فرقه الجرائم الالكترونيه وغسيل الاموال، هي فروق متخصصه مكافحه الجرائم الالكترونيه ورصد الاشخاص اللي كينشروا الاخبار الكاذبه والاشاعات للغرض منها نشر الخوف بين المواطنين. كاين فروق اخرى متخصصه في مكافحه غسيل الاموال والشيكات بدون رصيد. وكاين عاوتاني الدراوش فرقه الاخلاق العامه، هي فرقه من فروق الشرطه القضائيه تخصص المجال ديالها في مكافحه اوكار الدعاره والقبض على المميسات بتهمه التحريض على الفساد، وكتعالج عاوتاني قضايا الاغتصاب وهتك العرض. وكاين اخيرا الشرطه السياحيه اللي كنلقاوهم بزاف في المدن السياحيه اكادير مراكش طنجه، في المدن اللي كتكون فيها لي توريست اللي مازال كيروجوا المصطلح ديال البوليس السياسي والهضر تيغبروك والقرعه وداك الشيء كينساو ولا كيتناسى بان الاجهزه الامنيه
منذ زمن بعيد ولات كتشتغل في اطار قانون، يعني بلغه اخرى ولات عندهم الصفه الضبطيه باش غادي يولي اي انترفونسيون ديالهم مكادري بواحد لا لوا تحت اشراف النيابه العامه، بمعنى اخر بانها ما خداماش بشي نظام خارج مؤسسات الدستور ولا خارج القانون. هذه غير ديروها في بالكم بان داك الشيء ديال زمان ما بقاش. اذا ما تفوتناش الفرصه باش نقدموا التحيه لرجال الامن الوطني، رجال الشرطه الصاهرين على حمايه هذا البلد وسلامه الوطن والمواطنين، حراس الامن، الضباط، لي زانسبيكتور، العمداء، كاع لي قرايديه كاملين، كاع الاصناف ان شاء الله مرضيين ومهديين، وسدد الله خطاكم. الله يعاونكم، الله يوفقكم للخير، والله يخرج سيرفيسكم على خير. الشرطي هو مواطن وجزء لا يتجزأ من المجتمع، هو موظف، هو ابن هذا الوطن. اذا كانت شي خلافات ولا اختلافات ما بين واحد العنصر ديال الامن وواحد المواطن، راه خصنا كاملين نوقفوا وقفة رجل واحد، تحية وتقدير بولاد بلادنا، رجال ونساء الشرطة المغربية، حراس المغرب. الله يبعد عليكم وعلى المغرب وعلى هذا الوطن كل شر. كل احترام والتقدير كذلك للسي عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني. نسأل الله لكم التوفيق والسداد تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس، وكل من أراد بهذا الوطن سوءا فرد كيده في نحره. سيدتي وسادتي، الآن وصلنا نهاية هذه الحلقة، وما ننساش كذلك نوجه لكم واحد تحية خاصة بخصوص شهر هذا رمضان الفضيل. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم للخير، وكذلك لكل مغاربة العالم ولكل العرب والمسلمون في الوطن العربي والإسلامي. كنتم مع أخوكم هشام عبر قناتكم المدينة برو، مع تحياتي.